كيفاش تكون انسان ديسيبلين؟ الا تعاني من مشكله انك عندك اهداف وطموحات وحاب توصل، بصح انت انسان ماشي كاع ديسيبلين. تبع معايا. على عكس ما تلقاه في السوشيال ميديا، الشعب يقول لك غير خصك تكون ديسيبلين وخصك توصل وخصك دير لاك ات واز ان ايزي تاسك تو دو. بصح في السبب الحقيقي اللي انت ماشي انسان ديسيبلين هو انك ما عندكش اسباب ولا بريسايزلي الدوافع. الا سقسيتك دروك على راك حاب تنوض الصباح بكري وعلى راك حاب تكون انسان بروداكتيف، تقول لي باللي حاب ننجح وحاب نوصل، نعاود نسقسيك علاه راك حاب تنجح وعلاه راك حاب توصل. على الاغلب ما غاديش تكون عندك اجابه. الا كانت اجابتك دراهم ولا اجابه سطحيه بزاف، ماشي هي اللي غادي تخليك تنوض الصباح. عندي لك زوج نصائح. النصيحه الاولى وهي انك تكتب قائمه بالمهام في بدايه النهار تاعك وسميها من الفوق نون نيغوشيبلز، اللي هي مهام لا تناقش. غادي تكمل هاد المهام في نهارك بلا ما تناقش، بلا ما تكومبليني، بلا ما تقول حتى حاجه. نهارك مستحيل يفوت بلا ما تكمل قائمه المهام هذه اللي كتبتها. النصيحه الدوزيام you have to neglect the thing that's pulling you off which is your feelings. خصك تقلع من راسك فكره انك خصني نبغي ديك الحاجه باش نديرها. من النهار اللي تقرر فيه انك تكون انسان ناجح ولا غادي توصل لدير اهداف في حياتك وتحققه، خصك تنسى حاجه يقول لها راه عاجبني الحال. خصك تكمل كاع المهام، تخدم، تتعلم، دير كلش without thinking اسكو راه عاجبك الحال ولا نو، باسكو على الاغلب ما غاديش يكون عاجبك الحال. بصح انا باش راك تحس ما غاديش يهم اطلاقا. اهم شيء هو انك تكمل ديك المهمه اللي خططت انك تكملها في بدايه النهار، وتفكر بلي الالم تاع الديسيبلين غادي يكون لحظه الخدمه، بصح الالم تاع الريغريت غادي يتبعك حياتك كامله. كان معك خير وكين، سلام.